اعرفوا قيمة العمر. بلاش تضيعوا عمركم في النكد والخناق، بلاش تضيعوا عمركم في العند وكل واحد قاعد مستنيه للتاني يجي يصالحني الأول. يا هبل، ده الشاطر هو اللي يروح يصالح التاني الأول. والله انتوا لو بصيتوا على الدنيا هتلاقوا ان مفيش فيها حاجة تستاهل أبدا. مثلا أكبر خناقة هتتخانقوها وتحسوا ان الدنيا باظت، الله في سماه. لو جيتوا تحكوها بعد 3 أيام هتحكوها وانتوا بتضحكوا، بس مش معنى كده انكم تبقوا باردين وما بتحسوش. اغضبوا، ازعلوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، هي دي الدنيا، بس في لحظتها. بلاش تحوشوا. طب اقول لكم على حاجه، انا وامك الله يرحمها يا ساره في اول يوم جواز قلت لها بقول لك ايه يا ليلى، تعالي نتفق اتفاق ان مفيش خناقه ما بيننا يعدي عليها 24 ساعه. الشمس ما تغيبش علينا غير واحنا متصالحين، نقف لبعض، نتخانق، نقطع بعض، المهم تخلص النهارده. ما خلصتش تعالي نخش ننام ونكملها الخميس الجاي عادي. مش فاضيه يبقى الجمعه صابحين اجازه، مفيش اي مشكله. ما اصل الخناقه على ايه؟ الشرابات فين؟ غسلت الليمون قبل ما تقطعه ولا لا؟ اصلي كلمتك ما ردتش عليا. انما بقى هنقعد نستنى لبعض مين فينا كسب في الخناقه وبقينا كام، مش هنكمل. انتوا بقى عايزين تكملوا ولا ايه؟ الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة هو اللي بيحسسنا في لحظة النهاية ان قد ايه كانت الحياة حلوة بجد. تخيلوا بقى لو قدرنا نحافظ على الحب ده لأكتر من دقيقة. كلنا عاوزين نحب، كلنا ممكن نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، ان تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا.